لو الزمن رجع بينا 100 سنة لورا ووقفنا في شوارع القاهرة يوم 12 يناير سنة 1924 كنا هنشوف مشهد مختلف تماما. بلد بتتنفس لأول مرة ريحة الحرية بعد سنين من الاحتلال والدمار. الناس فرحانة والجو كله حماس، لأن النهاردة يوم مش عادي. النهاردة أول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر من أكتر من 100 سنة، وبعد ثورة 1919، الثورة اللي هزت الأرض تحت أقدام الاحتلال البريطاني، واللي كان اهم مطالبها الكرامه والسياده والاستقلال. الثوره دي ما كانتش مجرد مظاهرات كده طلعها المصريين وقتها، دي كانت ميلاد لفكره جديده ان مصر لازم يحكمها المصريين. نجحت الثوره ومطالبها كمان بدات تشوف النور، ده لان في سنه 1922 الدنيا بدات تتغير بعد تصريح 28 فبراير، واللي فيه تم الاعتراف ان مصر دوله مستقله ذات سياده. بالرغم من ان الانجليز وقتها حطوا 4 تحفظات، الا ان برضو من الوقت ده مصر بدأت تحس انها مستقلة عن الانجليز، وده لان بعدها في سنة 1923 اتعمل اول دستور مصري حديث، اهم نصوصه ان لازم يكون في نظام برلماني في مصر يفصل بين السلطات ويحقق التوازن بينهم. الدستور ده بدأ يفرش لحياة نيابية حقيقية، يعني باختصار كده كان اول خطوة في طريق الديمقراطية في مصر. وفي يناير سنة 1924 وتحت حكم الملك فؤاد الاول اتعملت اول انتخابات برلمانية حقيقية في مصر، وتشكل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومدة مجلس النواب وقتها كانت 5 سنين بالانتخاب. ودستور 1923 كان مدي للنائب أهمية وأحقية كبيرة، زي مثلا إن النائب كان ليه الحق في الرقابة على الحكومة والموافقة عن القوانين ورفضها والتعبير عن مطالب الشعب من خلال البرلمان. أما مجلس الشيوخ ما كانش كله بالانتخاب، تلتين منه كان بالانتخابات والتلت الأخير كان بيتعين من الحكومة. وبعد ما عملوا أول انتخابات برلمانية في مصر ولما ظهرت النتيجة، حزب الوفد فاز بنسبة كبيرة لدرجة انه حصل على 195 مقعد من اصل 264 مقعد. وفي 15 مارس 1924 اتفتح اول برلمان مصري رسميا، ومن اليوم ده بدأت مصر اول خطوة في طريق الحياة النيابية. ومع مرور السنين ولغاية دلوقتي النائب بقى ليه دور مهم جدا. في مرشحين بيأدوا دورهم فعلا وبيخدموا الناس، ومرشحين تانية بيتمسكنوا لغاية ما يتمكنوا، ولما بيفوزوا محدش بيشوف وشهم، وبيبقى شعارهم الرسمي امك في العشه ولا طارت سلام.